السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير يا رب. النهاردة بقى بإذن الله هعمل معاكم قلاية الكبد والقوانص بطريقة سهلة وبسيطة وطريقة حلوة جدا وهتعجبكم. حتى لو ولادكم مش بيحبوها ومش بياكلوها هيحبوها بالطريقة دي، وانتي نفسك هتحسي انها طريقة سهلة وبسيطة وهتنفع في وقت الحر اللي احنا فيه، هتنفع وقت الزنقات كده وعايزة تعملي اي حاجة كده بسرعة. معايا هنا كيلو من الكبد والقوانص، غسلاهم كويس ونقعاهم في محلول المية والملح وليمون، ودعكتهم كويس وشلت الدهون اللي على القوانص، لان طبعا الدهون ديت زي ما انتوا عارفين بتعمل زفارة. ومعايا فلفل رومي وفلفل حار، ومعايا معلقتين من الثوم المفروم، حطيت عليهم ثوم وكزبرة وسبع بهارات وشوية ملح، وهعصر بقى معاهم ايه ليمونة حلوة كده. انتوا عارفين الكبدة طبعا بتحب الليمون، فاعصر عليهم ليمونة. وطبعا الكبدة ديت من الاكلات الخفيفة البسيطة السهلة، اللي لو انت تعبانة مش قادرة تقومي تعملي اي حاجة هتعمليها بسرعة كده وبكل سهولة. انا هقلب التوم بقى كده بالتوابل اللي انا حطيتها عليه. كده بقت كل مكوناتنا جاهزة. طبعا انتوا عارفين ان القوانص بتاخد سوا شوية. انا اول حاجة حطيت مية على النار، ولما غليت نزلت بالقوانص بتاعتي واقلبها تقليبتين كده واغطيها واسيبها تستوي ايه مع نفسها. عقبال بقى ما تستوي معانا هبدأ ايه اقطع الخضار بتاعنا. طبعا دي بصلية متوسطة، هقطعها زي ما انتوا شايفين كده شرايح عادية، يعني مش هقطعها صغير، هقطعها شرايح كده وسط. وهبدأ اقطع برضو الفلفل بتاعنا زي ما انتوا شايفين كده، هيتقطع طبعا تقطيع وسط كده، لا كبير ولا صغير. وهقطع بقى معاكم الكمية كلها. طبعا فلفل وبصل وتوم حاجة جميلة جدا وبتدي الكبدة طعم حلو وبتديها نكهة جميلة. واحنا طبعا ايه هنعملها بطريقة سهلة وحلوة ومش هتاخد معانا وقت يعني. كده الفلفل والبصل معانا جاهز، ومعانا الكبدة هنبدأ نقطعها برضو كده قطع صغيرة زي ما انتوا شايفين. انت ممكن لو عايزة تقطعي اصغر من كده ماشي، عايزة تخليها فصين بس كده تفصليهم عن بعض براحتك يعني. بس هي متقطع كده بتبقى تقطيعتها مناسبة لحتة كده مع اللقمة مع حتة القوانص. زي ما انتوا شايفين تقطع كده حلو كويس يعني. وكده بقى القوانص بتاعتنا استوت وصفيتها من المية، وهبدأ برضو ايه اقطعها. هقطع برضو قطع كده. كده كله معايا بقى جاهز، القوانص استوت واتقطعت والكبدة برضو نفس الشيء. اول حاجة بقى هجيب مقلاية على النار، وهنزل بقطعة كده من الزبدة، قطعة حلوة يعني كده من الزبدة او سمنة اللي موجود عندك انزلي بيه. وانزل عليهم بشوية من الزيت. واول حاجة بقى هنزل بيها هي القوانص. انا هاخدها تشويحة كده اهوت، واول ما تبدأ تاخد لون معانا هروح نازلة بالكبدة بتاعتي. طبعا ايه انا مش هقلب فيها كتير، انا هفردها بس كده اهوت في قلب المقلاية لحد ما تاخد لون عشان ايه تجمد واعرف اقلبها على طول. طبعا انا ايه بجيبها على الجنبين عشان تاخد معايا لون بسرعة. واول ما تاخد لون معايا زي ما انتوا شايفين هقلب بقى كله على بعضه، بقت التشكيلة كلها مع بعضيها. طبعا برضو اقلب بيها كده لحد ما الكبدة تبدأ تاخد لون معانا وتستوي، يعني هي تقريبا كده يعني بقت شبه مستوية. انزل بقى في وسط المقلاية بالثوم بتاعي. طبعا اول ما بننزل بالثوم تشمي بقى ريحة، بسم الله ما شاء الله،
اللهم احسن ما بين ايدينا. طبعا التوم مع الكبده ديت تحفه. شمي بقى ريحه ما حصلتش، ريحه هتجيبلك الولاد من اخر الشقه على ريحه التوم وجماله. طبعا انا اقلب التوم كده لحد ما يدبل معايا، كله يا جماعه يستنى عليه لما يدبل واقلبه. هنا بقى انا نزلت بالفلفل والبصل، بس للاسف الكاميرا معلش فصلت مني ما بينتش وانا بنزل ما صورتش الجزء وانا بنزل بالفلفل. كده انا نزلت بالفلفل والبصل معانا. نفس الشيء برضو كده هقلبه كده لحد ما يدبل معانا شويه. وادي زي ما انتوا شايفين الكبده طبعا ما خدتش وقت، وتتبيله الكبده كلها طبعا كانت مع التوم. انا متبله التوم تتبيله الكبده كلها والليمون وكل حاجه. فانا هسيبها كده اهوت لما تدبل شويه. وكده بقى بعد ما خلصت معانا، طبعا شايفين لونها بس طبعا مش شامين ريحتها. ريحتها يا جماعه تحفه تحفه تحفه، والله العظيم ريحتها جميله. والشكل بقى زي ما انتوا شايفين حاجة سهلة وبسيطة ومن الأكلات الخفيفة اللي هنبدأ بقى نلجأ للأكلات الخفيفة في الحر وفي الصيف دوت، مع عيش بقى بلدي كده هوت. وهنزل بالكبدة والقناصة بتاعتي زي ما انتوا شايفين، وهنزل عليها بشوية كده من سلطة الطحينة. طبعا سلطة الطحينة ديت أساسي مع الكبدة، وحاجة تفتح النفس وحاجة بسم الله ما شاء الله. اللهم بارك يا رب، واللهم احسن ما بين ايدينا. الطعم حكاية، والله عايزة اقول لكم فعلا الطعم حكاية، ولا فيها ريحة زفارة ولا فيها ريحة اي حاجة، وطعما جميلة جدا جدا جدا. طبعا قلاية الكبدة دي بيتقال عليها في المحلات ايه، قلاية مزاليكا. شوفي بقى بكام وهتجيبيها بكام، واحنا مبدأنا ان احنا بنعمل كل حاجة في بيتنا وبنوفر وبنسهل علينا الدنيا. ولو بقى الفيديو بتاعي عجبكم يا ريت ما تنسونيش في اللايك يا جماعة عشان ده بيرفع الفيديو، وشير، واللي ما اشتركش في قناتي شرفني اشتراكه. ونتقابل في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.